السلام عليكم ورحمة الله. خلينا متفقين إن مهما كان دخلك فأنت محتاج مصدر دخل بديل، وده اللي جايين نتكلم عنه في الكورس ده إن شاء الله. تابعنا إن شاء الله عشان نتعلم مع بعض كل حاجة عن البورصة باختصار، بحيث تبقى عارف المبادئ الأساسية اللي تقدر تبدأ بيها. تمام؟ تمام. بداية، إيه هي مصادر الدخل؟ مصادر الدخل بتبقى حاجة من ثلاثة: يا وظيفة، يا بيزنس، يا باسيف انكم. وظيفة شغل حضرتك بتعمله عشان تقدم مجموعة من الخدمات، او تقدم وقت وجهد وشغل معين في حاجة معينة مقابل مرتب اخر الشهر. البيزنس اذا كان تجارة او استشارات او اي حاجة حضرتك بتبذل فيها مجهود للناس كخدمة او كبيع سلعة عشان يجيب لك عائد اخر الشهر. النوع الثالث من انواع مصادر الدخل هو الباسيف انكم. الباسيف انكم هو دخل بدون تدخل منك. يعني ايه؟ يعني حضرتك حاطط راس مال معين في حاجة معينة، الحاجه دي بتجيب لك عائد شهري او سنوي او ربع سنوي على حسب الترتيب بتاعها، وفي نفس الوقت حضرتك ممتلك راس المال. ايه اكثر حاجه شبها او اكتر حاجه حضرتك ان احنا كلنا عارفينها بتجيب الباسيف انكم ده؟ لما يكون عند حضرتك عقار متاجر، شقه، عماره، ارض، اي حاجه متاجره، كل العقار متاجر بيجيب لك دخل شهري، فده باسيف انكم. ده نوع. يكون عند حضرتك عربيه او معده او لودر او قلاب متاجره وتجيب لك دخل شهري، فده باسيف انكم. حضرتك عامل وديعه في البنك بمبلغ معين بيجيب لك دخل شهري، فده باسيف انكم، ولكنه ربا وحرام ومش هنتكلم عنه في حاجه. حضرتك شايف حد امين ومحترم وحضرتك عارفه طول عمرك وشاركته في تجاره فهو بيديرها وانت لا تتدخلش فيها في التجاره نفسها، فده باسيف انكم. ولكن مشكله الشراكه ديت فيها مشاكل كتير قوي هنتكلم عنها ان شاء الله في السلسله اللي فوق ديت، فتابعها كويس. تمام. اللي احنا جايين نتكلم عنه بقى هو النوع الخامس من انواع الباسيف انكم، وهو الاستثمار في البورصه. وازاي تخلي استثمارك في البورصه يجيب لك عائد شهري او عائد سنوي وتحافظ على راس مالك وتحافظ على زيادته كل سنه. فتابعنا في الكورس ده ان شاء الله في سلسله الفيديوهات دي، والكورس ده هنتكلم اكتر عن موضوع البورصه بالتفصيل، بحيث يبقى عند حضرتك كافه المعلومات الاساسيه اللي محتاجها عشان تبدا في الاستثمار في البورصه. تابعونا بقى في الفيديوهات اللي جايه. يلا سلام.